a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that beauty. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ معاكم احمد حمدي. لو انت مدير موقع تجارة الكترونية او بائع على منصة تجارة الكترونية، فانت اكيد عارف ان واحد من اهم عوامل النجاح هو تحسين الكلمات المفتاحية او ما يطلق عليه الكيوردز المرتبطة بمنتجاتك. في الطبيعي انت بتدخل على المنصة اللي انت بتديرها وبتبتدي تكتب كلمات مفتاحية مختارة بدقة وبعناية لكل منتج. في حالتي انا مدير موقع ادم اونلاين، فممكن ادخل هنا على المنتج ده وابتدي ان انا ادخل الكيوردز الخاصه بالاس او زي ما حضراتكم شايفين واحده ورا الثانيه. في الحاله دي ميليسيام كوما، وبعدين ممكن اكتب ميلي اكسترا سي، وهكذا ابتدي املاهم واحد واحد. لكن العمليه ديت ما هياش سهله، واذا كنت فرد واحد مسؤول عن كتالوج فيه حوالي 10,000 منتج عربي وزيهم حوالي 10,000 منتج انجليزي، فانت مطلوب منك تكتب ل20,000 منتج. لو هنقول ان انت هتكتب 20 كيورد ل20,000 منتج، فانت بتتكلم في 400,000 كيورد المفروض انت تدخلهم، وده طبعا صعب جدا ان لم يكن مستحيل على فرد واحد انه ينجزه. لو انت مستخدم اكسل عادي، ممكن تفكر تستخدم الفلاش فيل او المعادلات عشان تكون كلمات مفتاحية لمنتجاتك، ده بفرض ان منصتك اللي انت شغال عليها بتدعم الاستيراد من الاكسل. في منصات ما بتدعمش وفي منصات بتدعم، في حالتي انا منصتي بتدعم. ولو انت مستخدم اكسل متوسط، ممكن تفكر في انك تستخدم باور كويري، لكن في الحقيقة كل اللي هتكون بتعمله هو تعديل النص الخاص باسم المنتج علشان تطلع بداتا في الغالب مش هي العبارات البحثية اللي الناس بتستخدمها علشان تبحث على منتجاتك. وممكن تجرب تضيف لاحقات او السافكسز او السابقات او ما يعرف بالبريفكسز لاسم المنتج، زي مثلا ممكن تكتب اسم المنتج بعدين where to buy، او where to buy بعدين اسم المنتج، او ما على شكلاتها. بس الفيديو النهارده مش هيكون عن كده، وان كان ممكن تدمج يعني ما بين الطريقتين علشان توصل لافضل نتيجه. هنا يجي دور الذكاء الصناعي وتحديدا تشات جي بي تي اللي موجود قدام حضراتكم ده. طبعا تشات جي بي تي خد شهرة واسعة الفترة اللي فاتت، وفي الفيديو ده هنعمل انتجريشن كامل معاه وهنشوف ازاي نستفيد بيه في توليد كلمات مفتاحية علشان تزود السيلز عندنا. وبالتالي لازم الاول نفهم ايه هو تشات جي بي تي. تشات جي بي تي هو موديل ذكاء صناعي بيعتمد على تقنية الديب ليرنينج او النيورال نتوركس في فهم الكلام البشري وتوليده، وتحديدا بينتمي لعائلة نماذج ذكاء صناعي اسمها Generative Pre-trained Transformers، ومن هنا جاء اسمه الجي بي تي. كل اللي فات ده ممكن يكون مش مهم ليك، لكن اللي اكيد مهم ليك هو ازاي تقدر تشغله وتستفيد بيه. اول حاجة عشان تشغله لازم يكون عندك حساب على منصة اوبن اي اي اللي هي الشركة المنتجة لتشات جي بي تي، ولكن هي غير متاحة في الوطن العربي للأسف حاليا. فعشان كده هتحتاج حاجتين. أول حاجة هتحتاج في بي ان تقدر من خلاله تفتح الإنترنت في دولة مدفعة فيها خدمات اوبن اي اي زي الولايات المتحدة الأمريكية. في حالتي أنا استخدمت سيرف شارك، وسيرف شارك نفع معايا ومتوصل دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين على الولايات المتحدة الأمريكية. ده أول حاجة. تاني حاجة هتحتاج تأجر رقم موبايل حقيقي لاستقبال كود التفعيل في الدولة اللي انت حابب تفعل منها الخدمة، وما ينفعش للأسف تستخدم أرقام ال VoIP المجانية المتواجدة على الإنترنت لأنه هيرفض. أنا استخدمت موقع علشان أشتري رسالة واحدة بس من خلاله، كانت الرسالة دي ب4 دولار، لكن هو ثمن يعني مقبول جدا نظير اللي هتحصل عليه لما الخدمة تشتغل إن شاء الله. ده جزء التشغيل. لكن ازاي تقدر تستفيد من اي موديل شغال بالجنراتيف بري ترين ترانسفورمر او اي ناتشورال لانجويج بروسيسور عموما؟ هنا يجي دور حاجه اسمها البرومبت والتمبريتشر. هتسالني ايه المصطلحات دي؟ هقول لك ببساطه ان البرومبت هو السؤال اللي هتساله للاي اي علشان يرد لك بالنتائج اللي انت بتدور عليها. وتكوين البرومبت ده مش محتاج غير لغه انجليزيه قويه وسليمه وانك تتكلموا بيها كانك بتكلم واحد صاحبك بالظبط. هو فن اكتر منه علم، فن سهل ان انت تتعلمه. والتمبريتشر دي هي درجة ابداع الذكاء الصناعي في توليد الكلام. الرقم ده بيكون من 0 إلى 1 وما بينهم من كسور. لو قللت قيمته فانت كده بتقول للذكاء الصناعي انا عاوز ردود متخصصة علمية دقيقة بدون ابداع وبدون فتي منك زي ما احنا بنقول كده في مصر. ولو عليته فانت كانك بتقول له انا عاوزك تبدع يا معلم، ورينا هتعمل ايه. وزي ما هو الحال في الذكاء الصناعي، فما فيش اي حاجة صح تماما او غلط تماما، وانما انت بتشوف انت محتاج ايه وبتشتغل بيه. في حالتنا احنا عاوزين الذكاء الصناعي يولد لنا كلمات مفتاحيه بافكار ابداعيه، عشان كده احنا هنعلي القيمه بتاعه التمبريتشر دي على الاخر وهنوصلها لواحد، ولكن انت تقدر انك تجرب بكذا قيمه وتشوف الانسب ليك ايه. عشان نفهم ازاي بنقدر نتعامل مع الذكاء الصناعي، فاحنا هنفتح شات معاه
دلوقتي على منصه اوبن اي اي، وهنوفر له برومبت معين ونشوف رده عليه هيكون ايه بالظبط. هنجرب البرومبت التالي. هنفتح هنا وهنكتب use this product name، وبعدين هحط له ما بين علامتين تنصيص، مثلا البرودكت ده يوسرين ايفن بيجمنت بيرفكتور نايت كريم 50 ملي، ونقفل علامتين التنصيص وهنقول له and generate 20 unique SEO keywords for it. خلينا نجرب كده مع بعض. نبعت. طبعا دلوقتي هو بيفكر، وهتلاقوه باعت لنا النتائج في نمبرد ليست بالشكل ده 1 2 3 4 يعني. هنشوف مع بعض رد الذكاء الصناعي اللي هيكون غالبا يعني زي ما حضراتكم شايفين على هيئة نمبرد ليست من 1 لحد 20 في حالتنا. طيب انا عندي ملف المنتجات وفيه اكتر من 10000 منتج بالعربي و10000 منتج زيهم بالانجليزي. هل هقعد اكتب اسم كل منتج بالطريقه دي للاي اي واستنى رده وبعدين اسجله؟ فرق ايه يعني لو كنت انا كتبت الحاجات دي بنفسي؟ هو هيريحني في حته الابداع بس مش فين الاوتوميشن، يعني فين الاوتوميشن في الموضوع؟ هنا يجي دور حاجه اسمها الاوفيس سكريبتس والتشات جي بي تي اي بي اي، ودي طريقه تقدر من خلالها تكتب سكريبت بلغه تايب سكريبت داخل ملف الاكسل بتاعك، وتتعامل مع العالم الخارجي عن طريق انك تنادي على الاي بي اي بتاعه الشات جي بي تي وتعبي النتائج اللي هتطلع لك دي جوه ملف الاكسل مباشره. وتايب سكريبت زي ما بعضكم عارف هي لغه سوبر سيت على لغه جافا سكريبت، وبالتالي في اي كود جافا سكريبت هو كود تايب سكريبت فاليد وصالح. فلو بتعرف تكتب جافا سكريبت بس ما تقلقش، لو ما بتعرفش خالص برضه ما تقلقش، انا هسيب ملف الكود ده متاح للجميع على الجيت هاب بتاعي عشان تجربوه. بالنسبه للشات جي بي تي اي بي اي بقى، تقدر بعد تسجيل حسابك في المنصه هنا انك تجيب حاجه اسمها الاي بي اي كي من المنصه وتستخدمها بشكل مباشر. انا عملت كده فعلا وخزنتها في سيل جوه شيت انا خفيها يعني، لان المعلومه دي حساسه وممكن تكلفني فلوس لو نشرتها. اهم حاجه عشان تشغل الاوفيس سكريبت لازم تكون بتستخدم اوفيس 365 او مايكروسوفت 365، ولازم تكون بتستخدمه بحساب شركه مش بحساب شخصي. يعني لو جينا جربنا نشغله من حسابك الشخصي مش هيشتغل للاسف، فلازم تستخدم حساب الشركه بتاعك. والاوفيس سكريبتس دي هتلاقيها تحت تاب الاوتوميت في الاكسل. خلينا ندخل كده ونشوف. على سبيل المثال هنا اهوت ده الاكسل بتاعنا اهوت، وهنا الاوتوميت بتاعتنا التاب الاوتوميت. لو جينا ان احنا من حساب، لو تلاحظوا هنا الحساب الشخصي بتاعي احمد حمدي، لو جينا قلنا نيو سكريبت هيقول لي ايه؟ هيقول لي اوفيس سكريبتس require a work or school account. Please select a work or school identity as a primary account for office and try again. طيب انا دلوقتي اختار حسابي في شركة ادم. بمجرد ما اعمل كده واعمل نيو سكريبت فتح لي على طول الكود اديتور بتاعي، والكود اديتور دوت هشتغل فيه بالتايب سكريبت. تمام. طيب سمالي سكريبت اسمه سكريبت 1، تقدر ان انت تعمل له رينيم. في الحالة دي ممكن نسميه شات جي بي تي عشان هنشتغل عليه دلوقتي. وهتلاقي فيه فانكشن واحدة بس اسمها مين. المين دي هي الانتري بوينت بتاعت الابليكيشن بتاعك. كل اللي هنعدله على السيجنتشر بتاع الفانكشن ديت هو ان احنا نخليها اسينكرونس، يعني هنكتب بس async قبل السيجنتشر بتاعها بالشكل ده async function main. بعد كده هنكريت متغير نخزن فيه الاي بي اي كي في الذاكره بالشكل ده. هنقول له بما انه اصلا كونستانت فاحنا هنقول له ايه بقى؟ const اي بي اي كي، وهنقول له ان هو يساوي work book. الورك بوك ده يا جماعه هو البارامتر اللي موجود في المين فانكشن اللي بياخد تايب اسمه اكسل سكريبت دوت ورك بوك. نقول له عاوزين الورك بوك دهوت. تمام. دوت جيت ورك شيت، وبعدين هنقول له ايه الورك شيت ديت. الورك شيت دي انا مسميها اي بي اي، طبعا هي مخفيه مش هتلاقوها قدامكم، بس انت ممكن تحط الاي بي اي كي كسترنج مباشره هنا. وهقول له والله جيت رينج، انا عاوز الرينج دهوت. الرينج ده هو السيل بتاعت البي 1 هي اللي متخزن فيها الكي. وبعدين هقول له بعد الجيت رينج هقول له جيت فاليو. طبعا زي ما انتم شايفين كده في الانتليجنس شغال معايا بيساعدني كده. انا سجلت الاي بي اي كي في سترينج كونستانت هقدر استخدمه بعد كده. بعد كده هنكريت متغير تاني نخزن فيه رابط الاي بي اي بتاع تشات جي بي تي بالشكل التالي. رابط الاي بي اي غالبا المبرمجين بيسموه اند بوينت، فهنقول والله كونست اند بوينت of type string. تمام. هيساوي
هقول له بقى ايه، انا عاوز الاي بي اي اللي هي https وبعدين api.openai.com/version1/completion بالشكل ده. احنا عاوزين الاي بي اي بتاعت الكومبليشنز. دلوقتي بقى هنكريت متغير للشيت بتاع المنتجات اللي هو الشيت اللي احنا شغالين عليه ده. طبعا انا حاطط منتجات هنا سامبل برودكتس 13 منتجات مختارة بشكل راندملي كده علشان اعمل عليها الديمو ده. فاحنا عاوزين نختار الشيت دي. الشيت دي انا مسميها عندي داتا، انت ممكن تسميها اي اسم تاني لكن انا مسميها الاسم ده، وبالتالي هعمل لوك اب عليها. فهقول له والله كونست شيت يساوي workbook.get worksheet، تمام، اللي اسمها داتا. كده انا عندي متغير بريفرنس الشيت ديت اللي هي اسمها داتا. بعد كده هنعرف متغير فيه عدد المنتجات اللي احنا محتاجين نشتغل عليها، وده انا هعمله دلوقتي لاغراض الشرح، وانت ممكن تحتاج تعمله عشان يعني تعرفه يشتغل على كام منتج في كل مره. فانا هقول له والله const products count يساوي 13. واذا رول اوف ثامب كده يا جماعه، ما تحاولوش ان انتوا تهارد كودوا اي كود داخل السترنجات او داخل الفانكشنز من غير ما يبقى له ريفرنس فاريبل. الريفرنس فاريبل او الريفرنس كونستانت مهم جدا في حالتنا، علشان لو عدلته في مكان واحد بس بتعدل في كل الاماكن في الكود بتاعك. طيب بعد كده هنعرف متغير اضافي هنخزن فيه عدد الكلمات المفتاحيه اللي احنا عاوزينها من الشات جي بي تي. في الحاله مثلا هنقول ان احنا عاوزينه يولد لنا 20 كلمه مفتاحيه، هنقول له والله const keywords count يساوي 20. وبرضه هنعرف متغيرين كمان علشان نجيب بيهم رينج المنتجات والكلمات المفتاحيه من شيت الاكسل. يعني ايه؟ يعني ده رينج المنتجات، تمام، من البي 1 للبي 13. احنا عاوزين نحط هنا الكلمات المفتاحيه، يعني من السي 1 للسي 13. فانا عاوز احطهم في كونستانتس علشان اقدر اعدل عليهم مره واحده بعد كده ويشتغلوا لوحدهم. طيب فهقول له والله constant product names range يساوي، هعمل التك، تمام. التك ديت مش string عاديه لان انا محتاج اعمل string interpolation، فاقول له من بي 1 لبي وبعدين هعمل دولار ساين وهعمل string interpolation هنا واضيف البرودكتس كاونت عشان اقول له والله انا عاوزك تجيب لي البرودكت الرينج بتاع البرودكتس اللي موجوده من البي 1 لوات ايفر انا حاطط في البرودكتس كاونت اللي هم 13 علشان يجي هنا. فانا لو جيت غيرت، لو شفت عدد المنتجات ده بعد كده ولقيت ان هو مثلا 30، خليت ده 30، الرينج ده هيبقى من بي 1 لبي 30، مش هيبقى ثابت. تمام كده يا جماعه. وبعدين هقفل. طبعا لو حطيت الدبل كوت العاديه خالص مش هتشتغل معايا هنا string interpolation، هتبقى ايه raw string. طيب وهقول له constant keywords range نفس الكلام برضو مش هيختلف اي حاجه. احنا ممكن اصلا ناخدها كده copy وبيست، بس بدل البي 1 هنخليها السي 1 وهنقول له السي للبرودكتس كاونت بالشكل ده. فاكرين البرومت بقى يا جماعه اللي احنا كنا كتبناه للتشات جي بي تي اللي هو عندنا هنا موجود هنا use this product name دبل كوت اسم المنتج دبل كوت وبعدين and generate 20 unique SEO keywords for it. البرومت ده احنا محتاجين ان احنا نكريته هنا برمجيا. فاحنا هنقول له ايه، هنقسمه كذا مقطع، هنقسمه كذا جزء. هنقول حاجه اسمها constant prompt start، هنقول له والله انا عاوز اعرف حاجه اسمها البرومت ستارت او البرومت بريلود، سميها زي ما تسميها يعني، بس انا بحاول استخدم كلمات سهله يعني هنا. فاقول له constant prompt start هيساوي، وبعدين هقول له مع علامتين تنصيص use this product name، وبعدين بعمل هنا باك سلاش واحط سنجل دبل كوت. ليه بعمل كده؟ علشان انا عاوز اعمل اسكيب للدبل كوت ديت ومش عاوز ابوظ لي السترنج بتاعتي. وبعدين هقول له constant prompt end هنسميه كده اهوت، يقول له انا هعمل string interpolation هنا فهستخدم التك، وهقول له ايه بقى، اقفل الدبل كوت على البرودكت و and generate كام واحد، generate الكيوردز count العدد اللي انا عاوزه للكيوردز لكل منتج.
generate 20 unique SEO keywords for it. ده كده خلصنا البرومبت اند. برضو هنلاحظ حاجتين. اول حاجه ان انا عامل اسكيب للكوتيشن مارك زي ما قلت لكم علشان مش عايزه تبوظ السترنج بتاعتي. تاني حاجه انا عامل سترنج انتربوليشن علشان لو حبيت ان انا اعدل في الفاريبلز ديت فوق هتتعدل في كل الفاريبلز اللي بعد كده او الكونستانتس اللي بعد كده. الطريقه ديت هتفيدنا بعدين يعني. بعد كده هنبتدي ان احنا نجيب البرودكت نيمز. البرودكت نيمز اللي هي موجوده هنا بالشكل ده. هنقول له والله ايه const product names ونقول له يساوي الشيت بتاعتنا دوت جيت رينج اللي هو product names range اللي احنا كنا معرفينه فوق بالشكل ده هنا. تمام. فهو dependent على البرودكت كاونت، فلو غيرت البرودكت كاونت هيتغير هنا وبالتالي هيتغير المنتجات اللي احنا هنجيب اسمائها من هنا. اظن الفكره وضحت دلوقتي. وبعدين هقول له دوت جيت فاليوز هات لي كل الايه القيم اللي موجوده في الرينج ده. بعد كده هنحدد نوع الموديل اللي احنا محتاجين نتواصل معاه على منصه الاوبن اي اي. في الحاله دي هو موديل اسمه دافنشي وهنخزن اسمه في غير نصي عادي جدا بالشكل ده. هنقول له والله const model of type string هيساوي اعتقد تكست دافنشي اعتقد كده 002. انا هنا هعمل حاجه ممكن ان انت تلغيها في السكريبت بتاعك بس انا هعملها علشان الشرح، وهي اني هعمل كلير للكلمات المفتاحيه اللي هتبقى موجوده في كولوم السي ده كل مره السكريبت هيشتغل فيها. فانت لو حابب تحتفظ بيها ما تعملش اللي انا هعمله دلوقتي ده. انا هقول له sheet دوت get range keywords range اللي هي من السي 1 للسي 13 او whatever. تمام. وبعدين هقول له ايه بقى، هقول له دوت set value خلي الفاليو بتاع الرينج كامل empty string بالشكل ده. اعمل له كلير يعني كده. احنا عندنا رينج المنتجات اللي هنشتغل عليها وفضينا عمود الكلمات المفتاحيه اللي جنب كل منتج. جه وقت التواصل مع تشات جي بي تي. في البدايه لازم نعرف اننا عاوزين تشات جي بي تي يورد لنا كلمات مفتاحيه لكل منتج، وعشان كده لازم نبعت له كل منتج بشكل مستقل عن طريق ريكوست منفصل. فهنستخدم دواره او لوب عشان نقدر نعمل كده بالشكل ده. هنقول for نفتح قوس، هنقول له let I يساوي 0، ده هيبقى الكاونتر فاريبل بتاعنا، وهنقول له I اصغر من البرودكت كاونت بالشكل ده وزود لي I في كل مره. جوه اللوب دي هنعمل التالي. اول حاجه هنجيب اسم المنتج بالشكل ده، هنقول له let pn او product name نسميه product name. خلينا واضحين اكتر او بلاش السنيت كيس، خليه كامل كيس زي ما احنا بنكتب. هنقول له يساوي البرودكت نيمز اللي موجوده عندنا sub I جيب لي منتج واحد منها يعني، وبعدين نحوله لتو سترينج. وبعد ما تحوله لتو سترينج اعمل لي ريبليس لاي سبيشال كاركتر انت بتستخدمها عندك في الاي كوميرس ويب سايت بتاعك ليه امتي سترينج بالشكل ده. في حالتي انا بستخدم لو تلاحظوا الفيرتيكال بار بالشكل ده علشان افصل ما بين الكونسنتريشن او الحجم وما بين اسم المنتج نفسه. فاحنا مش عاوزين نلخبط تشات جي بي تي، فهنشيل سبيشال كاركترز ديت. برضو في مواقع بتستخدم الكوما وفي مواقع بتستخدم الداش، يفضل ان انت تشيلها. بعد كده هتبتدي تبني الكويري بتاعتك كالتالي. جوه اللوب برضو هنقول له let query يساوي prompt start. هنعمل variable بقى مش constant اسمه query، وهنسند له البرومبت ستارت في البدايه اللي هي use this product name وبعدين علامه تنصيص. وبعدين هقول له ايه بقى، هقول له بعدها if البرودكت نيم ده يساوي 3 علامات يساوي empty string continue يعني skip، علشان مش عاوزين نبعت ريكوست لاسم منتج فاضي. لو لاي سبب من الاسباب المنتج هنا السيل دي فاضيه، احنا مش عاوزين نبعت ريكوست على حاجه فاضيه لان كل ريكوست بيبقى بفلوس، فاحنا مش عاوزين نخسرك فلوس. بعد كده هنبتدي نضيف اسم المنتج للكويري. الكويري اللي هي عندنا ديت عايزين نضيف لها اسم المنتج، فهنقول له كالتالي الكويري بلس ايكوالز تمام البرودكت نيم بالشكل ده.
وبعدين هنقول له الكويري بلس ايكوالز البرومبت اند. كده انا عملت الكويري بتاعتي كامله عباره عن الكونستانت اللي هو البرومبت ستارت وبعدين اسم المنتج وبعدين برومبت اند عشان تبقى شبيهه لحد كبير بالشكل ده. البرومبت ستارت اهوت يا جماعه، وبعدين البرودكت نيم اهوت، وبعدين البرومبت اند اهوت. تمام، ارجع تاني. بعدين هنقول له والله يا عم الحاج حمل لنا متغير جديد يحتمل يعني ان يكون نص او قيمه بوليان او رقم بالشكل ده، واستخدم الكويري في بنائه. هنقول له constant prompt of type قد يكون string او boolean او number، اي واحد منهم، مش لازم يكون string يعني. وهنسند له الكويري اللي احنا لسه بانيينها بالشكل ده. اي ريكوست لاي اي بي اي لازم نكون مجهزين له الهيدرز، ومفيش اختلاف هنا. كل اللي هنعمله هنظبط الهيدرز. فخليني اقول والله كده مثلا ايه HTTP headers و const headers هنخليها of type headers يساوي new headers. انا كده عملت instantiation للاوبجكت ده of type headers يعني. والهيدرز ديت عبارة عن dictionary عادي جدا، key value pair شغال زي اي dictionary. فهنعمل له headers دوت append، نضيف له الكي ده هوت content، اسمه content type. نقول له والله ايه عاوزه application slash json، يعني انا عاوز الريكوست بتاعي ده يتعامل مع اي بي اي باختصار شديد. تمام. بعد كده هقول له الهيدرز دوت append authorization. الاوثرايزيشن ديت عاوز اعين فيها البيرر الاي بي اي كي بتاعي، فهقول له والله يحط لي هنا الاي بي اي كي بالشكل ده. طيب احنا كده خلصنا الهيدرز. بعد كده هنحتاج ان احنا نظبط البادي بقى بتاع الريكوست نفسه. اقول له والله set HTTP body request body request body او body مش تفرق كتير يعني. اقول له والله بقى، اقول له هنا اهوت const body هنخليه of type string نفس القصة او boolean او number. وهنقول له والله احنا عاوزينه عبارة عن JSON stringify كون لنا JSON object من الاوبجكت ده، حيث الموديل هو الموديل والبرومبت هو البرومبت. وايه تاني ممكن الماكس توكنز. ايوه الماكس توكنز نخليها 2048. في بعض المودلز الجديدة بتشتغل ب 4000 وشوية، بس احنا هنشتغل 2048 ماكس توكن. ونقول له ال n يساوي 1، ونقول له temperature 1 علشان نعرف ايه البارامترز اللي احنا بنحطنا في البادي ده. هنشرحهم سريعا. الموديل ده هو نوع الموديل اللي احنا عاوزين نتعامل معاه، اللي هو في حالتنا احنا دافنشي داش 002 الاصدار الثاني. البرومبت هو البرومبت اللي احنا كوناه اللي هو السؤال اللي هنساله الاي اي. تمام. الماكس توكنز ديت اللي هو عدد الحروف، اقصى عدد حروف يقدر يولدها لنا. تمام. والان ديت هي عدد مرات التعديل اللي هيجرب او يحاول فيها، او عدد المحاولات اللي هيحاولها عشان يولد لنا النص اللي احنا عاوزينه. والتمبريتشر اللي هي الابداع بتاعه. فاحنا خلينا التمبريتشر 1 علشان يكون اقصى ابداع. انت ممكن تجرب ب2 من 10 مثلا او ب3 من 10، بس هتلاقي ان هو مش بيجيب لك حاجات ريليفنت قوي يعني في اليوز كيس دي تحديدا. حلو قوي. كده جهزنا الهيدرز وجهزنا البادي. نبعت بقى هنقول له والله const response. const response دي هنخليها of type response، وهنقول له يساوي await. طبعا لازم نعمل await هنا، لان الهدف الاساسي من ان احنا خلينا الداله دي فوق asynchronous ان احنا نعمل await هنا. هنقول له await واعمل لي fetch للاند بوينت. طبعا الفيتش ديت محتاجين ان احنا ايه نعرف اول حاجه اند بوينت. اعمل ريكوست على الاند بوينت ديت وخد الاوبجكت ده اتعامل بيه. هنقول له والله ايه الميثود بتاعتنا هتبقى بوست all caps طبعا، والهيدرز هتبقى headers، والبادي هو البادي
بالشكل ده. وبعد ما تخلص من فضلك اقفل لنا الستيتمنت ديت. طبعا لازم نستخدم الاويت يعني زي ما قلنا علشان احنا عاملين الداله asynchronous. لحد هنا احنا بعتنا لعمه تشات جي بي تي نستوحي من علمه وفهمه، نستقبل بقى رده. هنقول له والله const جيسون، هنخليها of type object طبعا بالشكل ده choices حط هنا string or boolean or number، واحد من التلاتة دولت. وبعد ما تقفل ده عايزينها array، وبعدين هنقول له والله الاخ ده كله او الاوبجكت ده كله يعني هيساوي await response dot json. برضو هنا لازم هنعمل await على response dot json عشان ممكن تاخد وقت في تحويل الريزلت لvalid جيسون او الجيسون اوبجكت. فاحنا مش عاوزين نعمل بلوك لليو اي بتاعه الاكسل، لانه من غير ما نعمل الاسync await عموما السكريبت ده لما يشتغل هيوقف لنا الاكسل، هي كانه فريزنج كده، مش هتعرف تعمل معاه. ممكن تفكر ان هو الاكسل وقف مش شغال، مش هتعرف تعمل اي حاجه ولا حتى ان انت توقف السكريبت. بعد كده والله هقول له ايه بقى، عاوزين احنا كده جبنا الجيسون ريسبونس بتاعته، عاوزين نعمل const text. عاوزين التكست ده اللي هو ممكن يكون string طبعا او boolean او number بالشكل ده. تمام. هنقول له يساوي json dot choices اللي هي اول واحده هنا sub zero اول choice بعته لنا dot text وبعدين dot to string. طيب ده معناه ايه؟ تشات جي بي تي لما بيرد عليك بالتشويسز، اول واحده اللي هي سب زيرو بتبقى اكتر واحده ريليفنت ليك واكتر واحده انت ممكن تستفيد منها، فاحنا عاوزين اول واحده بس، وعايزين التكست فيلد اللي جواها ونحوله لتو سترينج لو هو بوليان او نمبر. طبعا لو هو سترينج مش هنحول حاجه، هتفضل سترينج زي ما هي يعني. جبنا التكست. الخطوه اللي بعد كده هتبقى ان احنا نسجل الداتا في الاكسل اللي عندنا. فاول حاجه عايزين نعرف ايه الخليه اللي هنسجل فيها الداتا دي. هنقول له const output يساوي sheet dot get range، وهنعمل التاج بتاعتنا هنقول له c I plus 1 const output يساوي sheet dot get range، بعدين نعمل التاج ونقول له c I plus 1. دي الخلية اللي احنا هنشتغل عليها. طيب ليه انا هنا زودت واحد على الاندكس بتاع الخلية؟ حد عارف؟ لان ببساطة الاندكس هنا صفري، الاندكس الاي هنا اندكس صفري خاص باللوب اللي احنا فيها، واحنا شغالين بلغة برمجة اسمها تايب سكريبت، دي من عائلة السي. واي لغة برمجة اتبنت على عائلة السي فالاندكس فيها صفري، لكن الاكسل الاندكس بتاعه بيبدأ من الواحد مش من الصفر، وده راجع لتاريخ الاكسل مع فيجوال بيزك تحديدا. دلوقتي احنا جبنا خلية الاوتبوت بتاعتنا لكن ما سجلناش فيها حاجة. هنسجل فيها كالتالي. هنقول له والله اوتبوت اللي هي الخلية بتاعتنا دوت set value، وبعدين هقول له clean data text. طبعا هنا هيقول لي ايه clean data ديت، انا ما يعرفش حاجة اسمها clean data. اي داتا بتجيلك من اي سورس، خلينا بس نظبط دي كده، اي داتا بتجيلك من اي سورس بتبقى محتاجه بروسيسنج علشان تبقى داتا بنسميها كلين، يعني مش جايه لك بشكل انت لا ترغب فيه. عشان كده لازم الاول قبل ما تحط الداتا دي جوه الخليه تعمل لها كليننج. طب يلا بينا نعمل بقى ايه، نعرف الداتا ديت الكلين داتا دي. هنقول له والله فانكشن كلين داتا، وهنقول له هي بتاخد داتا اوف تايب string. كده الايرور راح طبعا لان احنا عرفنا الفانكشن ديت بره السكوب بتاع المين. بعد كده هنقول له const numbered string يساوي data. بعد كده هنقول له const list items يساوي numbered string اللي هي دي dot split على النيو لاين. احنا هنا جبنا الداتا اللي تشات جي بي تي اديها لنا، دخلناها هنا، عملنا متغير تاني يساوي الداتا دي، وبعدين قلنا له والله انا عاوز الليست ايتمز ديت. عاوزها ازاي؟ عن طريق ان احنا نحول النص الواحد ده حولهولي لاري
او مصفوفة. وخلي الديليمتر بتاعك هو نيو لاين، يعني كل سطر جديد حطه في ايتم لوحده. ديت عنصر اساسي في البروسيسنج بتاع الداتا، ان انت تاخد كل سطر تحوله لريزلت قائمة بذاتها. بعد كده والله اقول له ايه كونست ريجكس الريجولار اكسبريشن بتاعنا. طبعا انا كتبتها مع نفسي علشان اوفر عليكم المجهود، بس الريجكس ديت يعني مش هتعرف تحفظها، دي لازم تكون بتعرف ان انت تولدها. بعد كده هقول له والله كونست ليجال كيوردز. الليجال كيوردز هي ايه؟ هي الليست ايتمز ديت دوت ماب، اعمل لي ماب عليها حيث كل ايتم نقول له return الايتم دوت ريبليس الريجكس اللي فوق ده فضيها لي، يعني اي حاجة فيها يرجع لي فيها اي كيورد من الكيوردز ديت، تمام، او اي علامة او توكن من التوكنز ديت فضيها لي بس. فاحنا كده عملنا حاجة اسمها الليجال كيوردز. الليجال كيوردز هي الكيوردز اللي ما بتبقاش متكرر فيها الكلمات دي. تقدر انت طبعا تضيف في الريجكس بتاعك اي حاجة انت مش عاوز تفلترها من شات جي بي تي. طيب بعد كده اقول له ايه، ممكن شات جي بي تي بالمناسبة يرجع لك داتا دوبليكيت، يعني يرجع لك نفس الكيورد اكتر من مرة، مرتين او ثلاثة، فانت مش عاوز كده. فهتعمل ايه؟ والله هتعمل ايه يونيك. هنقول له والله يونيك string list بالشكل ده، هنخليها array تساوي array dot from، وبعدين نقول له new set للlegal keywords. لما الفرق ما بين الاري والست ان الست ما فيهاش اي duplicate entries او اي duplicate items، فانت لو حطيت array جوه set هي باي ديفولت هتشيل الدبليكيتس. بعد كده تعمل array dot from على النيو set ديت فهيرجع لك اليونيك string list. تمام. بعد كده هقول له const list items without numbers هيساوي، نقول له والله ان هي اليونيك ديت unique string list dot map each item. طيب خلي كل item عندنا نقول له return item dot replace. احنا بس عايزين نشيل الارقام اللي بتبقى موجودة هنا ديت اللي هي leading 1 2 3 4 5 لحد 20. فاحنا هنقول له ايه، عايزين نشيل ال starting digit واحد او اكتر، وبعدين دوت اي حاجة، بعدين اس بلس، بعدين كده، ونقول له اعمل لنا replace. ايوه تقريبا انا كتبت الريجكس غلط، خلينا اشوفه تاني. نقول له اعمل لي replace لأي حاجة بتبتدي بأي digit. كده مظبوط، ايوه كده مظبوط. يعني فضيلي اي حاجة اي ارقام بتيجي في البداية قصاد كل عنصر. تمام، هنرجعها وبعد كده اقول له ايه return list items without numbers dot join. اعمل لي join على الكوما، يعني ديت array انا عاوز احطها في string واحدة، فانا هضم السترنجات الكتير ديت في سترنج واحده بس، وهفصل ما بينهم بالكومنت. كده احنا خلصنا الداله بتاعت الكلين داتا بتاعتنا، وعملنا كلين داتا كويسه. بعد كده مباشره بعد الكلين داتا دي ما ترجع هتاخد التكست وتعدله وتحطه في الخليه دي. طيب خلينا نجرب كده مع بعض. طبعا ما فيش اي كود بالمناسبه بيشتغل من اول مره، فممكن نشغل الكود وما يشتغلش عادي، فخلينا نجرب ونشوف الوضع ماشي ازاي. بسم الله. This script is running. طيب تمام، النتائج فين؟ في نتائج طيب ولا مفيش نتائج؟ ما شاء الله جات اهيت. خلينا نشتغل من اول مرة، ده يعتبر انجاز يا جماعة. طيب زي ما حضراتكم شايفين بالنسبة للمنتج دهوت جاب جيرارds luminous left face serum، جيرارds luminous left serum بس مش face serum، وبعدين جيرارds face serum، luminous left face serum، luminous left serum، كل الكيوردز اللي ممكن حضرتك تتخيلها. تعالى مثلا على البيبي جوي، بيبي جوي كلوت نمبر 5 جاينت جونيور، بيبي جوي كلوت نمبر 5 جاينت جونيور دايبرز. واو، ان هو عارف ان هو دايبرز، مع ان هنا في الاسم ما كانش فيه اي دايبرز، حضراتكم واخدين بالكم. ف يعني هو بيجيب
كيوردز كويسه جدا، كيوردز ممكن تفيدك. انت ممكن بمنتهى البساطه بعد كده تغير الكيوردز كاونت تخليها 50 او 100. بس اهم حاجه بالنسبه لي ان انت تبقى فاهم ان الخدمه دي مش مجانيه وان هي بفلوس، وكل ريكوست انت هتعمله على السيرفيس ديت انت هتدفع قصاده، فدي حاجه موجهه اكتر للشركات. كده احنا خلصنا السكريبت بالكامل. طبعا الموضوع ممكن يكون صعب على غير المبرمجين وغير المهتمين بعلوم الحاسب الآلي، ولكن بالنسبة للناس اللي بتقدر تشتغله فهيفيدك جدا في حاجات كتيرة. وعلى العموم إذا محتاج مساعدة لموقعك تقدر تتواصل معايا وأنا هساعدك بإذن الله. ناخد بالنا بس من نقطة إن تشات جي بي تي ما هوش مجاني، ولكن في نفس الوقت على صعيد البيزنس يعني تكلفة السكريبت ده هتكون أقل بكتير من تكلفة توظيف ناس خاصة بالتاسك دي. كان معكم أحمد حمدي عمارة، الإي كوميرس مانجر لشركة أدم الطبية حاليا. أتمنى ليكم تطور دائم.